السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم عليكم، تصوموا وتفطروا على خير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وبلدنا تعم بالخير والسلام والأمان. إليكم مفكرة الصباح لهذا اليوم السبت 6 من رمضان للعام 1445 الموافق 16 من مارس للعام 2024. ونبدأ هذه المفكرة بتذكير بأوقات الصلاة لهذا اليوم. صلاة الظهر الساعة 11:59، صلاة العصر الساعة 3:18، صلاة المغرب عند الساعة 6، صلاة العشاء الساعة 7:09. أما صلاة الفجر ليوم غد الأحد عند الساعة 4:39. ستشرق الشمس عند الساعة 5:55. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. نتجول في سوق كوست المركزي، وإليكم أسعار الخضر والفواكه حسب ما أفادنا الوسيلة ياسين. كيس البامية 8,000 جنيه، جوال البطاطس 65,000 جنيه، جوال البمبي 15,500 جنيه، صفيحة الطماطم 8,000 جنيه، جوال الأسود 10,000 جنيه، جوال العجور 22,000 جنيه، جوال الشطة 30,000 جنيه، جوال الفلفلية 35,000 جنيه، ربطة البصل الأخضر 2,500 جنيه، ربطة الجرجير 1,500 جنيه، ربطة الخضرة 5,000 جنيه، جوال الليمون 150,000 جنيه، جوال البصل الأبيض 50,000 جنيه، ربطة النعناع 1000 جنيه، ربطة الرجل 1,500 جنيه، ربطة الشمار 700 جنيه. وبالنسبة لأسعار الفواكه، البرتقال 100 قطعة 20,000 جنيه، كرتونة المانجا 20,000 جنيه، ربطة قصب السكر 10,000 جنيه، كرتونة التفاح 47,000 جنيه، شوال البلح 70,000 جنيه، قمطار الموز 25,000 جنيه، الجريف فروت 100 قطعة 40,000 جنيه. ومن مدينة كوست إلى مدينة تندلتي والزميل سفيان الحوري وأسعار المحاصيل. شكرا الزملاء، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. من خلال المفكرة لهذا اليوم مشاهدي الأعزاء، التي يشهد سوق محصولات تندلتي حراك كبير، حيث سجل قنطار السمسم الأبيض 65,000 جنيه، قنطار السمسم الأحمر 62,000، جوال الفول السوداني 23,000، قنطار الكركديه 74,000، أردب الذرة فتريت 92,000، أردب الذرة طابت 106,000، جوال العدسية 110,000، جوال الكبكبيه 230,000، جركان زيت سمسم عصارة سعة 36 رطل مبلغ 63,000 جنيه. سفيان الحوري، سوق محصولات تندلتي. شكرا الزميل سفيان الحوري على ما أفدتنا به. أبرز ملامح الطقس لهذا اليوم. اليوم متوقع انخفاض خفيف في درجات الحرارة الصغرى والكبرى مع النشاط في حركة الريح الشمالية. وسط وجنوب البلاد وولايات الجزيرة ولاية النيل الأبيض وسنار أجواء حارة ليلا وصبحا وحارة جدا في ساعات النهار. متوقع انخفاض خفيف في درجات الحرارة الكبرى والصغرى في معظم ولايات البلاد. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون النيل الأبيض الصفحة البديلة، وعلى قناتنا على اليوتيوب تلفزيون النيل الأبيض بالاشتراك والإعجاب والمشاركة ووضع تعليقاتكم المعينة لنا لمواصلة العمل والاجتهاد. رأيكم يهمنا. وبهذا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه المفكرة، وحتى جديد الملتقى، اقعدوا عافية.